السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبائي أصدقائي؟ بعد حضرت جوال طلعنا برا أنا وصديقي زهير. وعليكم السلام. والله تقريبا صار لنا 80 يوم كان منع تجوال، وهسه ماكو منع تجوال الحمد لله. تعايش ويا شو اسمه ويا الكورونا، لكن التعايش ويا الكورونا لازم تطبق التعليمات من ناحية الكمامات، وهسه جاي اصور ما كمامات. اي وكان منع تجوال البارك والسواحل مال البحر كان منع تجوال، حتى من يطلعون منع تجوال التجمع، لكن حاليا ماكو منع تجوال. مع هذا كل يومية تقريبا المصابين ما بين 800 إلى 1000 وحالات شفاء اكو، لكن ما قدروا بعد كافي. يعني ما يصير واحد خلينا نقول يعوف كل شيء على مود المرض. مثل ما قاعد تشوفون هاي اسطنبول الطرف الآسيوي، وهذا الطرف الأوروبي، وهذا اللي ورانا جزيرة أميرات. هاي المنظر، وهذا زهير. Hoş bulduk. Ne içersin Ali? Bir çay alalım şimdilik. Şimdi çay mı? Aynen. Bir tane çay olsun abi. Efendim? 2 çay olsun. Şundan kullanalım mı? kullanalım. حبايب قلبي هسه حاليا بالعراق شنو منع تجوال، ومنع تجوال كامل، يعني لا تقدر تطلع برا ولا تسوي شيء. مثلا هسه خلينا نقول اذا هاي الشغله استمرت فد سنه لا سامح الله شي يصير. يعني هسه حاليا خلينا نقول الموظفين اكثريا موظفين في العراق، لكن حقيقة اكو ناس يشتغلوا على باب الله، يعني الرزق يومي خلينا نقول، لكن هذول ايش راح يسوون؟ مثلا هسه حاليا هنا صحيح الفتح الحظر التجوال، لكن اكو اصابات واكثر من العراق. يعني مثل ما قلت لكم ما بين 800 الى 1000 ومكيفين، لان كان قبل اكثر، لكن هسه حاليا قل على اساس، لكن هم اكثر من العراق حاليا. مثل ما قاعد تشوفون هسه العالم طالع برا وش اسمه، يعني حياة طبيعية استقرت هنا. الحمد لله والشكر هنا حاليا استقر، لكن حاليا منع تجوال شو اسمه المطارات بعدها، يعني شو اسمه خلينا نقول الحدود بعدها مسدود، لكن راح تنفتح ان شاء الله بعون الله. Kaç günden sonra biraz çıkalım havalım dedik. وقلنا خلينا نطلع برا ونشوف شوية نغير جو. يعني تدرون شو اسمه تقريبا صار لنا مشقد اكثر من 80 يوم ويا هاي الحظر تجوال. مثل ما قلت لكم حظر تجوال كانت تنفتح، ويوم السبت والاحد هنا عطلة كانت تنسد، وكان شو اسمه البحر والسواحل ومكان شو اسمه حاليا وقتها كان الكوفي شوب كانت مسدودة، وهسه الحمد لله والشكر الكوفي شوب مفتوح والمطاعم فتحت وشالوا الحظر تجوال مال اليوم السبت والاحد، لكن النرجيلة لحد الان ممنوع شو اسمه يعني تدخل نرجيلة بالكوفي شوب.
لان اكثر شو اسمه يعني اصابات تجي من الشيء الملموس اللي الفم، يعني نشرب على مود هذا. الحمد لله والشكر. انا صديقي عندي لقاء معروف ويا وهذا الزوير جاي يقول صديقي عنده لقاء ما ادري من لقاء ويا القناة ويا الحبايب اللي مشتركين بالقناة. Arkadaşlar buradan çekirdek ister misin? وحاليا درجة حرارة بالعراق 40 درجة، يعني شوية حارة، بس هنا حارة تقريبا. درجة الحرارة هنا شفت 26 درجة، حارة كلش. أصدقائي وحبايبي، أي استفسار أني خدمتكم، استفسار حول مواضيع مثلا أي فيديو تحبون نسوي فلوجات جي أي مكان، وأي سؤال حول موضوع اسطنبول تركيا راح أجاوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.